المكسرات وسحرها في طبق السلطة. المكسرات بتمنع سرطانات القولون، او على الاقل بتقللها خالص، بتخلي صحتك ممتازة، بتخليكي الهضم عندك ممتاز، لان فيها دهون صحية جسمك اصلا محتاجها عشان تديك الطاقة والباور تقومي بنشاطاتك اليومية وانتي بصحة ومن غير ما تكوني في ستريس. بتنظف معاكي القولون. المكسرات ممتازة جدا لمرضى القولون العصبي، بتحسن عملية الهضم جدا جدا، وبتمنع الامساك، بتمنع الاسهال، بتمنع الانتفاخ، بتخلي الهضم شغال ممتاز معاكي طبيعي. خليكي كل يوم عادي تدخلي الحمام، تقدري ان انتي تخسي بسهولة، لان انتي طول ما انتي ما بتدخليش الحمام وفي امساك مش هتقدري ان انتي تخسي. تعالوا نتكلم عن الألياف وأهميتها في شفاء الجيوب الأنفية. الألياف الموجودة في السلطة بتعالج الجيوب الأنفية، وده سر خطير انتوا ما كنتوش لسه تعرفوه، أنا متأكدة يعني. يا جماعة الألياف الموجودة في السلطة بتعالج الجيوب الأنفية اللي انتوا دايخين في علاجها وبتاخدوا كورتيزونات وحاجات بتنفخوا كمان بزيادة. طيب نحط تاني ايه على طبق السلطة عشان نزود من قيمته الغذائية؟ لو قدرتوا تحطوا زيت كبد الحوت، ممتاز جدا في اوميجا 3، ممتاز جدا لجسمكم. طبق السلطه لازم يكون فيه طماطم، خيار، خس، جرجير، برتقان، بروكلي ممتاز بيحمي من السرطانات. عايزه اشوف طبق السلطه بتاعكم، اكتبوا لي في الكومنتات بتعملوا طبق السلطه بتاعكم ازاي، وازاي قدرتوا تتغلبوا على الامراض اللي ممكن تتعرضوا ليها، خصوصا لو كانت مرض سكر تاني. سهل جدا تتغلبوا عليه، مقاومه الانسولين سهل جدا تتغلبوا عليها بالتغذيه العلاجيه. جايه لكم بمفاجاه النهارده، وعايزه اقول لكم ان الاكل الصحي بيمنع الزهايمر. دلوقتي بقينا كلنا بنقول احنا بننسى، انا حطيت ده فين، انا نسيت. كل اللي بيحصل لكم ده نتيجه الاكل الغير صحي، النون هيلثي فود. طبق السلطه لازم يبقى موجود كل يوم في نظامك الغذائي اكتر من مره كمان. لو قدرتي تخليه فطار وغدا وعشاء، ممتاز، هيمنع معاكي الزهايمر. طيب ايه تاني كمان يا دكتور ممكن نحطه في طبق السلطه ويعالجنا حلو قوي من كل الامراض اللي ممكن نتعرض ليها؟ زيت الزيتون، وهو السحر القوي. زيت الزيتون فيه فيتامين دي. زيت الزيتون بيعلي معاكي في الجهاز المناعي. زيت الزيتون بيقلل الاسترس اللي ممكن تتعرضي ليه. زيت الزيتون سحر، لازم تخليه كل يوم في وجباتك، تحطيه على السلطه، ممتاز جدا جدا جدا. طيب تعالوا نشوف بالراحه كده الطبق بيبقى مفروض فيه ايه. طبق السلطه لازم يبقى فيه خضار، يعني خضروات خضراء، اوراق خضراء. الاوراق الخضراء دي فيها ايه؟ هي والبرتقال، يعني تحطي في طبق السلطه بتاعك اوراق خضراء زي الخس، الجرجير، البقدونس، كل الحاجات الخضراء مع والبرتقال برضو بيعمل ايه؟ فيه ماده الفا كاروتين. ماده الالفا كاروتين دي اثبتت الدراسات العلميه ان هي بتوقف نمو الخلايا السرطانيه. شوفوا قد ايه احنا دلوقتي العالم بقى مليان سرطانات، زي ما يكون هي موضة وطلعت بجد، عشان احنا فعلا بنفتقد الاكل والغذاء الصحي. لو احنا كل يوم بنحط على الغدا بتاعنا طبق السلطة، وفي العشاء وفي الفطار لازم يبقى فيه يا جماعة الخضروات، ده مهم جدا، لان السرطانات انتشرت جدا، وانا بحارب انتشار السرطانات بالتغذية العلاجية، والموضوع سهل لو احنا نتبعه من الاول. طيب ايه تاني ممكن احطه في طبق الخضار بتاعي ويعالج كمان السرطانات؟ الجزر. الجزر فيه مادة البيتا كاروتين، المادة دي بتقلل من انقسام الخلايا السرطانية. الجزر مهم، هتجيبي تبشريه تحطيه على السلطة بتاعتك، او بتقطعيه بتاكليه كده، هو طعمه جميل اصلا يعني كتسلية. يعني بدل ما اقعد اكل شيبسي، اقرقش في شيبسي، طب ما انا اقرقش في جزر وابقى بعالج جسمي، باخد مضادات اكسده جميله جدا، باخد فيتامينات ممتازه جدا لجسمي. طيب نيجي لتالت حاجه في كينج الطبق بتاع الخضار بتاعك، وهو البيض. البيض اثبتت الدراسات ان صفار البيض فيه الليوتين. الليوتين دي ماده بتمنع وبتقلل من انقسام الخلايا السرطانيه برضو، وبتزود من مضادات الاكسده في الجسم. طبق السلطة سر لعلاج كل الأمراض اللي ممكن تتعرضوا لها في حياتكم، وده سر كبير قوي، أنا هفسره واحدة واحدة معاكم. النهاردة أنا معاكم دكتور شيرين إبراهيم نصر، وانتظروني هفهمكم إزاي طبق السلطة هيعالج كل الأمراض. بريتش ميديكال جورنال قالت
ان 90% من الامراض اللي بنتعرض لها نقدر نعالجها بالتغذية العلاجية. طب ازاي؟ يعني لو جالنا الاكتئاب نقدر نعالجه بالتغذية العلاجية، لو جالنا السكر النوع التاني نقدر نعالجه بالتغذية العلاجية، لو جالنا السمنة المفرطة نقدر نعالجها بالتغذية العلاجية، الكوليسترول، الضغط، أمراض تصلب الشرايين، التهاب المفاصل المزمن، كل الحاجات دي بالتغذية العلاجية هنقدر نعالجها ونبقى أصحاء. يا جماعة التغذية العلاجية سر في حياتكم انتوا مش قادرين توصلوا له وتفهموه صح. انا هفسر لكم ده واحدة واحدة.